اعترفوا أحسن لكم. كهف التربية الحلقة 5. 1%. الكابل الأصلي السريع بتاعي اتقطع نصين. مين الكارثة اللي عمل كده في الشاحن؟ اعترفوا أحسن لكم. المشتبه بيهم 3 قدامي والبطارية بتودع. لو التليفون فصل قبل ما أبعت الإيميل هصادر كل الشاشات اللي في البيت. يا بابا، أنا كنت بذاكر دراسات، ماليش دعوة بالشواحن خالص. تلاقيه بسام هو اللي داس عليه بكرسي المكتب. أنا كنت بصلي العصر، وانت عارف إن الإمام وما بكدبش. ده تلاقيه حمزة كان بيلعب بمقص الورق. أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت بأكل الديناصور بتاعي، وبعدين الشاحن ده طعمه وحش قوي وبيتمضغ بصعوبة أصلا يا بابا. يا ناس ارحموني، أنا بقالي 6 شهور مشدود بين الفيشة والسرير. أنا سلك نحاس محترم مش أستك ملابس بتماط. اسكت انت، أنا نصي التاني ضاع ومش حاسس بأطرافي. عشرة عمر في توصيل الطاقة وفي الآخر نتقطع غدر كده. تليفون بيفصل، حياتي الرقمية بتنهار قدام عيني، مفيش حد بيعترف، والكهف كله هيضلم علينا بسبب الشاحن ده. انقذوني يا حضرة المحقق، سيب الولاد، خد الشاحن الاحتياطي ده من درجي، وفر طاقتك بدل ما تضغط عليهم وتخوفهم. تعالوا هنا نقعد براحتنا يا ولاد. بابا خلاص شحن موبايله وهدي. انتوا خبيتوا اللي حصل عشان خايفين يزعق. أنا آسف يا ماما، أنا اللي شددت السلك بالغلط وأنا بلعب على السرير، وخفت أقوله أحسن يحرمني من البلاي ستيشن. وانا شفته بيتقطع، بس قلت له نخبي الكابل المقطوع تحت السجادة عشان بابا ما يتعصبش علينا كلنا ويزعق بصوته العالي. لما نكذب عشان خايفين ده اسمه كذب دفاعي، بس الصدق دايما بينجي يا حبايبي. الحاجات المادية بتتعوض، بس الثقة لأ. وبعدين الفيشة تتشد من الراس مش من السلك، والموبايل وهو بيشحن يعني بياكل، ومفيش حد بيلعب وهو بياكل، صح؟ خلاص يا ماما مش هنكذب تاني أبدا، بس يعني أقول لبابا إني رميت مفاتيح السكوتر بتاعه في باسكت الزبالة الصبح. الموبايل فتح أخيراً. لو تليفونك هيفصل زيي اعمل لايك واشترك في القناة بسرعة قبل ما الكهف يضلم ونرجع للعصر الحجري. يا لهوي، الزيت بيطرطش في كل حتة. مين الكارثة اللي رمى مية في طاسة الزيت وهي بتغلي؟ استنونا الحلقة الجاية.